ايه رأيك ازاي مستر كولر هيبدأ التشكيلة بتاعته؟ التشكيل مش هتبقى بعيدة عن ماتش جورماهيا كيني الأخير، فهتبقى محمد الشناوي رباعي في خط الظهر، محمد هاني طبعا وياسر إبراهيم ورامي ربيعة. رامي ربيعة تقريبا يعني هو أحسن مدافع في مصر دلوقتي بعد احتراف محمد عبد المنعم لنيس الفرنسي، ومعاه ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم كويس جدا، أجريسيف أكتر كويس. يحيى عطية الله باك ليفت طبعا. ثلاثي في نص الملعب هيبقى مروان عطيه واكرم توفيق وامام عاشور، والثلاثي الهجومي هيبقى حسين الشحات في اليمين، وفي الشمال بيرسي تاو. هو احسن لعيب في الفتره الاخيره في ماتش جورماهيا الكيني. الذهاب هو سجل هدفين مع رام رباعه طبعا. وفي الامام هيبقى وسام ابو علي. وسام ابو علي واحد من اجمد الهدافين في الفتره الاخيره، واحسن مهاجم في الدوري المصري، وان شاء الله بالتوفيق يعني. وانتوا كمان تقدروا تتوقعوا وتكتبوا لنا تحت في الكومنتات. كانت معاكم